السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم معايا البنات اللي عاد تشاركوا معايا في القناه. مرحبا والف مرحبا. نتمنى يا ربي نكون كنفيدكم بشي حاجه ولو قليله. اما بالنسبه لك اختي، الا كنتي ما مشتركاش وصادفتي قناتي غير بالصدفه، ما تنسيش اختي انك تشتركي معايا، ومرحبا بك والف مرحبا. المهم البنات، الفيديو ديال اليوم غادي نتقاسم معكم النهار كيفاش داز عندي وصافي. هاد الدجاج راه كنت رقدته في الملحه وكنخليه في الحامض وسكينجبير والخل وشويه ديال الفورص، كنخليه ليله كامله. هذا راه كان من البارح هو في الثلاجه. ايوا دابا فقت وبديت به هو الاول. المهم البنات، انا هذه هي الطريقه ديالي باش كنغسل الدجاج. يعني قد ما خليته في الحامض والملحه وسكينجبير قد ما حسن كيكون هكا مزيان. وكل واحد عاوتاني والطريقه ديالو في الغسيل ديال الدجاج. كاين اللي كيدير ليه البصله، كنت كنديرها شي ايام، وتا هي البنات والله الا كتحيد الزفوره. البصله حمراء، كتاخذوا بصله حمراء وكتقطعوها هكا على ربعه، ولا المهم هكا طرونشات، وكديروهم مع هذا الماء. حتى هي البنات والله الا كتحيد الزفوره ديال الدجاج. وراكم عارفين الدجاج الا ما ترقدش هكا وبقى بايت هكذا في الحامض، واخا شتي حتى 4 ديال السوايع ما كتكفاهش. ضروري خاصو يبات باش يتحيد منه ديك الزفوره، ويتغسل هكذا ويتسقطر ويدار في الفريغو، يبات فيه ليله عاد ممكن طيبوه. انا واحد النهار جبت الدجاج وهكا رقدته في الصباح وداكشي، وفي العشيه بغيت نصبو، والله البنات ما جاش جا باسل. واخا راه 4 سوايع ولا اكثر هو في الحامض والملح وداكشي، واخا هكذاك جا باسل. الدجاج ضروري خاصو ما يبات، وهذا باش يكون تزوين في الطياب. صافي البنات، ملي غسلت الدجاج هكا ورديته على الطرف، غادي ندير معكم واحد الكيكه، حيت بغيت نخرج في العشيه، وقلت ضروري راكم عارفين فاش كتخرجوا وكترجعوا. الدراري كيبقاو يقلبوا على شي حاجه ما يديبانيو بها على ما ديروا العشاء. وقلت غادي ندير هاد الكيكه نحيدها عليا في الصباح ونشاركها نيت معكم البنات. كتجي زوينه، كتجي بحال رخاميه هكا من الداخل. المهم فيها 4 البيضات. البيض دائما على حسب المول، الا كان عندك المول صغير ديري غير 2 بيضات، وقبصه ديال الملح ضروري، وواحد ساشي ديال الفاني، وكاس لاروب. انا درت كاس البنات، ما ديروش كاس كله، ديروا غير كاس لاروب ديال سنيده على حساب تزيين. انا حيت زينتها بالشوكولات، جا داك الشوكولات وسنيده جات شويه غالبه الحلاوه. المهم الا كنتو غادي تزينوها بالشوكولات ديروا غير كاس لاروب ديال سنيده. صافي هنايا كنبقى ندرب البيض حتى يطلع مزيان، حتى يتبدل ليه اللون كيولي بيض. وكنزيد عاوتاني كاس لاروب ديال الزيت، ولا غير نص كاس على حسب المول. دائما البنات الحليب هنايا ما عمركم ما ديروا الحليب وهو بارد في الكيك، راه كيهبطوا. دائما انا هنايا كندفي الحليب وكنخليه ينقص شويه من، الا سخنته بزاف كنخليه ينقص شي شويه. صافي الا دفيتو غير شي شويه كتحيد ديك البروده ديالو وكنديرو نيشان. المهم دائما الحليب دفيوه. هنايا البنات واحد 2 كيسان ديال الطحين الفورس ضروري من النوع الجيد باش كطلع لكم الكيكه زوينه. هنايا غربلته مع 2 ساشيات ديال الخماره. المهم هذا ما تزيدوهش كامل في خطره، واخا انا عطيتكم 2 كيسان. المهم ما تزيدوا، غربلوا 2 كيسان وحطوهم حداك وانتم تخلطوا وكتزيدوا في الطحين مع 2 خمارات ديال الحلوى. صافي هنايا غادي نبقى نخلط حتى ينسجم كلشي. فاش كيكون الطحين مغربل ما كياخذ ليكش وقت. البنات الا كنتو استعملتوا الضراب في الاول، ما فاش توصلوا الطحين خصكم تزيدوه، حيدوا الضراب الكهربائي وديروا غير هذا ديال اليد، لحقاش الاخر راه كيدقص الكيكه، ما كتجيش به زوينه. الا ضربتو الطحين ما كيجيش به زوينه. المهم صافي هنايا حتى عرفت باللي صافي هذا هو القوام ديالها. ونقصت واحد الزلافه لاروب. المهم ما تكتروش. غادي هاد شويه اللي نقصت غادي نزيد فيه واحد 2 معالق ديال الكاكاو. صافي وغادي نحرك شويه بشويه. انا درت هني زلافه صغيره، غادي نردها لواحد البانيو صغير هكذا باش نخلطو مزيان، وداك الكاكاو يدخل باش يولي لي الخليط كله هكا في اللون ديال الكاكاو. صافي البنات هنايا فاش غادي تزيدوا الكاكاو يقدر يجيكم الخليط ديالكم ثقيل شويه، زيدوا شويه د الحليب. الا جاكم ثقيل بزاف زيدوا شويه د الحليب. صافي هنايا غادي نبقى ندير الطبقات، نبقى ندير واحد شويه بيض وشويه كحل وشويه بيض وشويه كحل. المهم الوجه الاخر، الطبقه الاخر اللي غادي ديروا خليوها بيضه. صافي البنات هنايا راه سخنت الفران مزيان، كنشعل عليه الفوق والتحت حتى كيسخن مزيان. صافي فاش كنبغي ندخل الكيكه كنطفي الفوق وكنخليه شاعل غير لتحت، بالنسبه للبنات اللي عندهم الفران ديال الضو. اما اللي عنده غير ديال الغاز صافي راه عارف كيفاش كيطيب الكيكه ديالو.
صافي وكنخلي عليها العافيه غير من التحت حتى كنحس بها صافي تنفخات، كدوز واحد نص ساعه كنحس بها صافي تنفخات والجناب بداو كيتحمروا، وكنشعل عاوتاني الفوق. هنايا البنات ها هي راكم شفتوا كيفاش طالعه. هذاك المول انا اللي خديت فيه بحال هذوك ديال الكرانيت اللي خرجوا، غير هذا هذا ديال القصدير دوك العاديين ب 20 درهم، ولكن البنات والله الا والله الا صدق زوين، كيطلع الكيكه زوينه وفيه حتى هو دوك هكا من الجناب. هنايا غادي نصاوب واحد الكلاصاج كيجي زوين بحال الكلاصاج اللي كيجي فوق ميلفوي. هنايا كتاخذوا داك السكر كلاصي اللي داك سبيسيال، الا كان عندكم غير العادي ديروه. المهم هنايا الزواق انا كنقول لكم شنو درت، اما بالنسبه لكم نتوما داكشي اللي موجود عندكم. المهم انا هاد الكلاصاج كتاخدي عصير ديال الحامضه وكتحطيه في شي زليفه حامضه كامله، وكتحطيه في شي زليفه وكتبقاي تزيدي عليه سكر كلاصي، وانت كتخلطيه هكذا حتى كينسجموا، ما كيبقاوش دوك الحبيبات. صافي وانت كتزيدي حتى تحصلي على بحال هاد الكريمه. شتو البنات راه بحال عقده، كتجي بحال دانون. صافي وكتسقي بها الكيكه ديالك، راه كتسقى بحال دايره شي سيرو وكتسقي به، وما كيجيش حلو البنات لحقاش السكر كلاصي باش كنديروا الكيك باش كنفندو ديك غريبه داك سبيسيال ما كيكونش حلو بزاف. يعني ديك شويه ديال الحلاوه اللي في السكر كلاصي ومع داك الحامض يعني كيجي واحد الخليط كيجي زوين بزاف. صافي هنايا الشوكولاط ديال الدهن خديته درتو في واحد البلاستيكه وسديتها ودرتها في واحد الزلافه فيها الماء سخون باش هكا كيطلق ليا. صافي وزوقت به هكا من الفوق. شوفوها نتوما كي كتجي هشيشه البنات، غير جربوها وراكم عارفين. شفتوا اقتصاديه ما فيهاش بزاف، ولا بغيتو ديروا غير 3 البيضات ديروهم. المهم ان البيض يتخدم مزيان باش كتطلع الكيكه زوينه. وها هي دا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي هكا رخاميه من الوسط وكتجي اسفنجيه زوينه مفشفشه. اما بالنسبه المول اللي كان عندكم البنات، سواء هذا اللي داير اللي هكا متقم من الوسط، سواء الداير عادي، سواء المهم اللي كان عندكم. شفتوا كي كتجي البنات راه كتجي زوينه. هذا بحال هذوك ما شحال شحال هذا؟ 55 لا هذوك ديال الكبار، هذو ما ديال الصغار. 25 سير شحال كركاع خاويه ما كاينه 40 شحال على القران الكيلو؟ لا حطي بطل انا ب 10 دراهم. الو سير 3 دراهم اليوم عزال. شوفي تكفاها هادي. عزال 10 دراهم زاد. ها لا يمكن راه تكفاها. بطل يا 10 دراهم زاد. ارسلي بك كبوت ثروه البودي 30 درهم لالا، وطاح ثمن وقع الغلط لالا. افامور جات من النادوره لالا. ريكلام 30 درهم لالا 30 درهم. ارسلي بك كبوت ثروه البودي 30 درهم لالا. السعدات اللي خرجت لك سترس اليوم لالا. كاين غير في هاد اللون ياكي. هذيك هي الكبيره. آه. الدبل ياكي. والله ما نعرف كاين وقيله لا كاين. واخا
حدهم دوبل ياكي ولكن هادو باش يعجبوك كيجيو بين وراتهم عراضين. بصح وتا السروال هادي الال شتي هادي الال شتي كيفاش وعاد تبارك الله. هادي وراه الال وراه وافيه الال شنو قلت لك هادو كبار بصح لان صراحه بان راه جبتهم هادو على ود عروسه. بصح زوينين خدات الام وتا النفيسات خدات الام الصراحه والله حتى النفيسات دابا اللي كيولدوا في الشتا وداك الشيء خدات ليا ثلاثه. صافي دابا ربي ييسر فيهم لحقاش زوينين. لا خدات ثلاثه تبارك الله الصراحه طلعوا لها زوينين. لا زوينين حتى ربي نصورها حتى البنات. انا عاد دابا دخلت للدار ولا القسم راه باقي خصني ندور غير هذا الماتش وصل لولدي وراجلي صافي حتى الحال بدا كيظلم صافي وجا البرد. سير لها بنتي حسن كمل. المهم البنات دزت البال هو الاول. عرفتوا البنات شي بياسات جايبين والله الا خطيرين تقولوا جداد خاصهم غير تيكي والله القسم. غير البال كيخصو ما يكونوش معاك الدراري وكيخصو الضوء. بدا كيظلم الحال صافي. واليوم عامر تبارك الله والله القسم الا الدنيا اليوم مطرطقه. ما عرفت واش جايبين كليات جداد ولا واخا واحد مول البال كان قال لي الجمعه هو اللي كيتحل فيه الكليات. المهم غادي نبدا معكم بالبياسات اللي خديت لهم من البال. ها انتم شوفوا البنات. ها خديت هذه لولدي. شوفوا اللون الكحل ديالها ما باهتش اللون ناصع وما فيها لا تقطيعه لا تشريقه لا حتى شي حاجه. شوفوا ها انتم اليدين ها وبالقب ديالها ومن الداخل مصوفه. ها انتم عرفتوا البنات هذه بشحال ب10 دراهم. ها انتم تبادي لبسها مع سروال ديال الجين كحل ولا زرق ولا هذا قبيه فنه. غير البال خاصو يكون عندك الخاطر. وهذه عاوتاني حتى هي ب10 دراهم. عرفتوا البنات راه زوينين فنين ما باهتين ما فيهم لا تقطيع لا حتى شي حاجه. زوينين بزاف ب10 دراهم. وكان مازال غادي نلقى لو كان زعما جلست بزاف قلبت هذا كنت غادي نزيد نلقى. بنتي ما لقيتش ليها بزاف لقيت ليها شي قبيات هكا. سيري بنتي ليها حتى نسيها هكذا. لقيت ليها غير هذا. لقيت ليها كاينين بزاف ديال القبيات غير شي كنلقاه ليها صغير شي كنلقاه ليها كبير. وصافي هذا هو اللي ها نتوما البنات شوفوا حتى هذا ب10 دراهم. ها نتوما بياسات ما مكرفسين ما حتى شي حاجه. صافي هادشي هو اللي خديت لهم من البال. وها نتوما البنات واخا كاينين صراحه بياسات واخا في جديد وبثمن زوين. شوفوا البنات ها نتوما هاد الكطمه هادي خديتها لها ب60 درهم وسخونه غليظه زعما ماشي داك الثوب اللي رخيص اللي رقيق. وحتى الثوب اللي ما غاديش يحبب. المهم تلبسها نصبنها ونقول لكم واش حببات ولا لا. دابا هذه ب60 درهم واخا تحبب ولا تجلس. المهم انها سخونه هكا تجلس بها في الدار وتمشي بها حتى للمدرسه. هانتوما شفتوا والله الا البنات الا فنه 60 درهم. قلت الا صدق ليها الثوب ونعاود نزيدها واحد جوج. وهذه خديتها لولدي. هذه سيرفيت. راكم عارفين دابا الحال بدا كيبرد والحوايج سبحان الله ما كيبقاوش يجيو قدهم ديال داك العام وداكشي. ضروري كتلقاي شي حاجه طلعات ماشي شي حاجه الاغلبيه كتلقاي كلشي قصار عليهم. هذا هو السروال ديالها جايه سخونه. هذه غليظه بعدا هذه لبسها تحتها غير صيفط ما صافي. هذه خديتها ليه ب 180 درهم 3400 170 درهم صافي. وخديت هذه انا البنات راه صورتها لكم في المحل فاش كنت كنقيسها غير ما كانش عندها المرايه باش غادي نشد مزيان. هذا هانتوما فيها هاد الفرافر هادو ها. والثوب حتى هي ديالها غليظ. المهم سخونه. عرفتوا البنات انا راه ما عمرني شريت شي مره واحده ولا جوج يمكن. كنخيط مورفا كنخيط هذوك ديال دوك الثواب اللي كنخيطو ديال الصيف كنخيطهم. ولكن ما عمرني ما شريت بيجامه هكا تكون سخونه.
هانتوما هذه خديتها ب 100 درهم ولا 110، ما بقيتش عاقله، المهم دايره ثمن زوين. صافي البنات، هنايا غادي يكون الاخر ديال الفيديو، وشكرا لكم على المتابعه. وما تنسيش اختي واحد اللايك وواحد الكومونتير الا عجبك الفيديو ديالي. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله البنات.